علي عليهما السلام في العالم الأعلى كما هو المفهوم من قوله تبارك وتعالى وأنفسنا وأنفسكم. إذن يكون أولاد علي هم أولاد رسول الله، إلا أن هذا مما لا يمكن أخذه على إطلاقه إلا في أولاد الزهراء سلام الله عليها، وهما الحسن والحسين، ولربما المحسن رضوان الله عليه، لأنهما من ناحيتها أيضا يرتبطان بنسب رسول الله دون سائر أولاد أمير المؤمنين وهم كثيرون. أي ملاحظة مهمة. إلا أنه ليس فيهم من ينادى أو يجوز أن ينادى يا ابن رسول الله إلا الحسن والحسين، كما أن هذا هو ظاهر قوله تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فإنه لم يكن مصداق الأبناء بضرورة التأريخ إلا الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما. فكما نفهم من أنفسنا وأنفسكم وحدة محمد وعلي عليهما السلام، نعم نفهم أيضا كون الحسن والحسين ابني رسول الله. والملحوظ أن عنوان الأبناء مقدم في الآية على العنوانين الآخرين قل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كأنما أخر الأنفس تواضعا لأنه هو المأمور أن يقول النبي صلى الله عليه وآله مكلف من قبل الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. النقطة 10 والأخيرة يرحمني ويرحمكم الله، بسند عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد النبي حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. قال أبو هريرة يقول فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما إلى أمهما. قال فبرقت برقة يعني حصل نور، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله الحقا بأمكما. قال فمكث ضوءهما حتى دخلا على أمهما. نعم إنهما الحسن والحسين صلوات الله تعالى عليهم. رزقنا الله تبارك وتعالى في الدنيا زيارتهم وموالاتهم ومتابعتهم، وفي الآخرة إن شاء الله شفاعتهم، إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، لا طبعا إن شاء الله أنتم جميعا بمستوى المسؤولية، وكلنا كما قلت عندنا طمع برحمة الله، واللي ينفق واللي يقدم والذي يعطي هو في ميزان حسناته لا شك ولا ريب. فلا تقصروا بمساندة الإخوة في سرايا السلام، والذين نتمنى أيضا أن تحفظ حقوقهم في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة. أنا بهذا المقدار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. روحوا عن أنفسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.